كانت تجربة حلوة جدا، خصوصا تعاملنا مع نافي جروث كانوا موفقين جدا في اختيار شركة نافي جروث لإقامة هذه الدورة. كان اختيار المكان ممتاز من قبلهم، كان اختيار التدريب ممتاز من قبلهم، كان في تسهيلات كثيرة للحصول على المعلومة. كان في اقتراح من الإدارة إنه يكون في دورة تدريبية في مصر على البروجكت مانجمنت. كان سألونا من حابب إنه يروح يتعلم من الدورة التدريبية. أنا طبعا الديبارتمنت اللي أنا شغالة فيه هو ديبارتمنت البروجرام، فحسيت إنه هذا الشيء يدخل يصب مباشرة في عملي، فكنت مستعدة جدا ومبسوطة ومتحمسة جدا إني أفهم أكثر عن ديبارتمنت البروجرام. تعلمت حاجات كثيرة، الله يقول الحق إنني ممكن لما نحن نشوف المشاريع التي نشوفها في الشارع أو في أي مكان ما أعتقدش إني كنت بتخيل كمية التجهيزات اللي المفروض واحد يفهمها في الديتيلز الصغيرة اللي واحد يركز عليها عشان يتأكد إنه هذه بتكون دورة مفيدة بيكون مشروع مفيد بالنسبة له، يعني مشروع رابح. كيف يتم التخطيط من الصفر. أعتقد أنني عندي علم أكثر الآن، يعني الآن لما بشوف مشروع لو أو حد يقول لي أنه أنا صاحب مشاريع أو كذا، أول حاجة ممكن أسأله هو إيش الخطة اللي اتبعتها، إيش الخطوات اللي اتبعتها، إيش المين ريسورسز اللي عندك، ايش الحاجات المفروض تعملها اللي عملتها، ولو قلنا ما عملتش طبعا بضحك عليه، لانه it takes a lot, it's a lot of effort, it's a lot of work that you have to do. إنه أنت المفروض تعمل preparation، يكون عندك استعداد تام، يكون عندك دراسة تامة عن المشروع اللي أنت بتدخل فيه قبل ما تدخل فيه. أعتقد إنه في كان حاجات كثيرة مؤثرة على الدورة التدريبية. كان منها إنه أولاً هذه أول مرة طبعاً نعمل كفريق في حاجة غير اللي نحن متعودين عليه، نحن كلنا نتعلم حاجة جديدة. إنه كل الديبارتمنتس يعني لا أنت مش سوبرفايزر، أنت مش امبلوي، لا كلنا زي بعض، كلنا نحن we're learning new stuff. كانت تجربة حلوة جدا، خصوصا تعاملنا مع نافي جروث كانوا موفقين جدا في اختيار شركة نافي جروث لإقامة هذه الدورة. كان اختيار المكان ممتاز من قبلهم، كان اختيار التدريب ممتاز من قبلهم، كان في تسهيلات كثيرة للحصول على المعلومة، وكان في تحديات كبيرة بالنسبة لهم إنهم أولا ضغط هذه الدورة يعني مدتها طويلة جدا، ولكن عملوا بضغط يعني عشان يكون مناسب بالنسبة لنا احنا، قاموا يعني بعمل مجهود جبار انهم ضغطوا الدورة التدريبية هذه الى وقت قياسي جدا، وبنفس الوقت قدروا انهم برضه يوصلوا المعلومة وانهم يقدموها بكفاءة عالية. شكرا جزيلا على هذه الفرصة الرائعة، نحن تعرفنا عليكم، وشكرا على التنفيذ الرائع للتدريب. نحن سعيدين جدا بالتعامل معكم، وأتمنى نكون ما ثقلنا عليكم برضه. thanks for everything, that's all.